السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نعملوا وصفة سريعة. معايا بصلتين كبار كده فرمتهم فرم ناعم، وبعد كده صفيتهم وشلت منهم معلقتين على جنب، هقول لك ليه دلوقتي. ونزلت عليهم بشوية من البقدونس، وهنزل عليهم بملح وفلفل اسود وشوية من البهارات وشوية يعني حاجة بسيطة من جوز الطيب. هخلطهم كلهم مع بعض كويس، وبعد كده هنزل عليهم باللحمة المفرومة، ولازم تتعجن كويس على الأقل 5 دقايق عشان ما تفكش منك في التسوية. بصوا، بوريكم ان هي بصوا مسكت ازاي كده. بعد كده هعملها بقى صوابع، انت عايز تعمليها كور عايز تعمليها صوابع براحتك خالص. تنفع بقى معاكي في رمضان، كل سنه وانتم طيبين، في الفطار مش هتاخد منك وقت خالص. معايا بقى كده المعلقتين اللي انا شلتهم على جنب، حطيت نفس البهارات قلبتهم كويس، وبعد كده نزلت عليهم بشويه من البطاطس، صوابع بطاطس كده لا سميكه ولا رفيعه. هخلطهم كلهم مع بعض، وبعد كده هنزل عليهم بكوبايه من الميه، وبعد كده هنزل عليهم بالصوابع الكفته اللي انا لسه عاملاها. هانزل عليهم بمعلقة من الزيت، ويعني قطعتين من الزبدة أو السمنة المتاح عندِك حطيه. هاحطها على النار حوالي 10 دقايق، ويكون برضه الفرن شغال. أشيلها من على النار، أدخّلها الفرن نُص ساعة، أول ما تستوي أحطها على طول تحت الشواية. عملت جنب منها بقى فلفل بطماطم وشوية سلطة حاتي كده، ودي المَيّة بتاعة السلطة. هتشربوها قبل السلطة والله يا جماعة. بُصّوا سهلة وبسيطة، باوريكم البطاطساية ماسكة نفسها بس دايبة دوب كده، والكفتة برضه بُصّوا ما فكِّتش مني خالص عشان عجنتها كويس. سهلة وبسيطة ومش هتاخد منكم أي وقت، وقولوا لي إيه رأيكم في الجمال، يا رب الوصفة تعجبكم.